الأخبار من الفضائية الأريترية، معكم فيها شهاب رأيا والمستهل بأهم وأبرز العناوين. مرحبا بكم. قامت وزارة التعليم اليوم 28 من نوفمبر حملة الطلاب التنموية لهذا العام، وقال مع الوزير التعليم السيد سمر الرؤسوم في الكلمة التي ألقاها في افتتاح الاجتماع، قال إن اللقاء يهدف أساسا لإصلاح القصور التي واجهت العمل والدفع بالمميزات، حيث من المتوقع إرساء فهم مشترك يخلق دافعا لجهد الطلاب لإحداث تغيير إيجابي على البيئة. وقدمت في الاجتماع تقارير عن الأنشطة التي قام بها الطلاب في جميع الأقاليم وتجهيز معدات العمل والتحديات والخطوات المتخذة لحلها وبرامج توعية الطلاب. وأشارت التقارير إلى أن نسبة قيام الطلاب بلغت 12%، حيث حققت أنشطة التسجيل نتائج جيدة في المدارس عامة ومدارس الإقليم الجنوبي خاصة نتيجة الجهد الكبير والمتابعة. وأوضح مسؤول قسم حملة الطلاب التنموية في وزارة التعليم السيد فتوي والجرجس في التقرير الذي قدمه، أوضح أن حملة هذا العام شارك فيها حوالي 23,000 طالب من 86 مدرسة بأعمال فاعلة في 179 نقطة عمل. وذكر بأن العمل الذي قام به الطلاب تمثل في حماية التربة وحفظ المياه بنسبة 95%، حيث تم بموجبه قرص 495 ألف شتلة، والنسبة المتبقية من العمل كانت في صيانة المدارس وأساساتها والسلامة المرورية. وأوصى التقييم بضمان توفير معدات العمل من أجل فعاليتها والمشاركة القوية للمؤسسات في البرنامج وإحداث تغيير في أسلوب العمل لتحسينه والدفع لتشجيع الطلاب والمدارس النموذجية. اختتمت فعاليات مهرجان الجالة الأريترية في قطر بحضور عدد كبير من المواطنين المقيمين في قطر، يتقدمهم مع سعادة سفير إريتريا في دولة قطر السيد علي إبراهيم محمد، ومدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية القطرية سعادة السفير إبراهيم يوسف فخرو، ومدير إدارة الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية القطرية سعادة السفير عبد الرحمن الدوسري، ولفيفا من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدون لدى دولة قطر ورجال الصحافة والإعلام وأصدقاء الجالية الأريترية في قطر. واشتمل المهرجان الذي افتتح في 23 من نوفمبر سيمينارا حول أوضاع البرامج والإنجازات التنموية التي تشهدها البلاد وبرامج وأنشطة تعكس التنوع والتعدد الثقافي لإريتريا. وقال سعادة سفير إريتريا في دولة قطر السيد علي إبراهيم في السيمينار الذي عقده للمشاركين، قال إن البرامج التنموية الكبيرة التي تتم عبر تكاتف الحكومة والشعب تحقق تطورا ملحوظا داعيا إلى تعزيز دور الأريتريين بالمهجر في هذا المجال. كما ذكر سعادته أن المهرجان السنوي يعتبر مناسبة للتعريف بالإرث الثقافي الفريد لأريتريا وأرضية صلبة لتمتين الوحدة الوطنية، معربا عن أمله لتحقيق المهرجان الهدف المرجو منه. وأعرب المشاركون في المهرجان عن ارتياحهم للإنجازات التنموية التي تشهدها البلاد في المجالات كافة، موضحين أهمية السمينارات التنويرية بالتطورات والإنجازات التنموية في البلاد، كما أكدوا على دعمهم للحكومة الأريترية في جهودها التنموية. قام مكتب وزارة التعليم في إقليم عنسبة نتائج امتحانات الشهادة المتوسطة للعام الدراسي 2016-2017. وأوضح ممثل الامتحانات الوطنية في مكتب التعليم بإقليم عنسبة الأستاذ حامد عثمان في الاجتماع الذي عقد بمدينة كرم في 23 من نوفمبر، أوضح أن نتيجة الامتحانات التي سجلت قبل 7 سنوات كانت بنسبة 75%، لكن النتيجة بعد ذلك أخذت في الانخفاض، داعيا المدارس للقيام بدراسات دقيقة. من جانبه أوضح ممثل مكتب التعليم في إقليم عنسبة السيد محمد عمر عبد الله أن الاجتماع ساعد للتعرف على القصور لإحداث تغيير إيجابي، وحث لإدخال أسلوب عمل يستكشف قدرات المعلمين والطلاب. وأشار الاجتماع التقييمي إلى أن عمل الطلاب في الأنشطة التجارية وتأخير المعلمين أثناء بدء العام الدراسي وإهمال أولياء الأمور وضعف مراقبة المدراء والمشرفون التربويون، بالإضافة لضعف لجنة أولياء الأمور من القضايا التي تؤثر سلبا على العملية التعليمية. وذكر التقييم بارتفاع طفيف لمشاركة الطالبات في التعليم، لكن هذه المشاركة تعتبر متدنية في مديريات أسماط وقلب وحلحل، وخاصة في مدرسة أسماط الداخلية، مما يستدعي تقوية التعبئة.
ودعا المدير العام لقسم التعليم العام السيد موسى حسين نايف في الكلمة التي ألقاها دعا مدراء المدارس ولجان المدارس والمعلمين والمجتمع القيام بدورهم لإنجاح البرامج التعليمية، كما حث للتعرف على المعلمين المميزين في المرحلة المتوسطة وجعلهم يدرسون لسنوات محدودة في المرحلة الابتدائية. شارك في الاجتماع مسؤولو الأقسام والاتحادات الوطنية في الإقليم ومسؤولو مكاتب التعليم في المديريات وأولياء الأمور. تم بناء مدرسة جديدة تعطي خدمات التعليم المتوسط والثانوي في ضاحية مزبة بمديرية صنعاء من أجل حل المصاعب الدراسية في المنطقة. وأوضح مدير المدرسة الأستاذ مسجنا كالو أن المدرسة تحتوي على 24 فصول تعليمية ومكاتب ومرافق عامة. وشرح الأستاذ مسجنا بأن المدرسة لديها إمكانية استقبال 1500 طالب من 5 ضواحي بالمديرية. وأقدرت مدرسة مزبة المتوسطة والثانوية تقديم خدماتها ل 659 طالب، منهم 322 طالبة هذا العام. أوضح مرتديا أندية الجمباز بدورها لبناء المواطن الصحي وتطوير الرياضة. وأشار المشاركون في أندية الجمباز أن هذه الرياضة تساهم كثيرا للابتعاد عن المكيفات وتنمية المجتمع عامة والشباب خاصة الوقت في الأنشطة التي تفيد صحتهم. كما ذكروا بمحدودية عدد أندية الجمباز داعين الجهات المختصة لإبداء الاهتمام بتطوير هذه الأندية وتنميتها. وأوضح المشرفون على أندية الجمباز أن مشاهدة تحسن الأوضاع الصحية للمرضى الذين يقومون بالحركة الجسدية في هذه الأندية يعكس مدى أهميتها، خصوصا لمن لهم مصاعب صحية في الأعصاب والعضلات ومرضى السكري والأمراض الأخرى، حيث تتحسن أحوالهم الصحية نتيجة الرياضة التي يقومون بها. وقال المشرف على مركز عراق للجمباز التابع للاتحاد الوطني للمرأة السيد ساموئيل أفورقي إن الوعي بأهمية الحركة الجسدية في تنامي مستمر، حيث يزداد عدد المشاركين نتيجة ذلك، مشيرا إلى وجود برنامج لتوسيع خدمات المركز. مشاهدينا فاصل ثم الأخبار العالمية. على الصعيد العالمي قتل 8 أشخاص على الأقل وأصيب 9 آخرون بجروح في هجوم نفذه انتحاريون في قرب سوق تجارية في منطقة النهروان الواقعة جنوب شرق بغداد، وذلك وفق ما أفاد مصدر أمني. وقال ضابط في الشرطة إن 5 انتحاريين هاجموا سوقا ومحلات تجارية في منطقة النهروان، قتلت الشرطة 3 منهم فيما فجر الآخران نفسيهما، ما أسفر عن مقتل 8 وجرح 9 من المدنيين. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم الذي وصفه المتحدث باسم وزارة الداخلية بأنه اعتداء إرهابي. والتفجيرات الانتحارية سمة مميزة للدولة الإسلامية، ويقول مسؤولون أمن عراقيون إن التنظيم سيشن على الأرجح تمردا بعد انهيار خلافته التي كان قد أعلنها وبعد طرد مقاتليه من الأراضي التي كان يسيطر عليها في العراق. بدأت العلاقة بين جمهورية بنما وجمهورية الصين الشعبية تأخذ طفرة جديدة بعد اللقاء التاريخي الذي تم بين الرئيسين خوان كارلوس باريلا رودريغيز وشي جين بينغ، حيث يعد اللقاء الأول بعد إقامة العلاقات الدبلوماسية. وفيه التزم كلا الطرفان بمواصلة تعزيز العلاقات بحثا عن رفاه شعبيهما. وشهد المحافظون اعتماد نحو 20 وثيقة من بينها 19 اتفاقية وبيانا مشتركا يضع أسسا لهذه المرحلة الجديدة، ويشكل مشهدا دبلوماسيا جديدا لبنما بالإضافة إلى المشهد الاقتصادي والتجاري والسياحي للبلاد. وقامت بنما والصين باعتبارهما لاعبين رئيسين في القطاع البحري والموانئ على الصعيد العالمي بوضع اتفاقية بشأن التعاون البحري الذي يسمح بمواصلة تعزيز مجال تسجيل السفن. قالت الشرطة الأسترالية إنها اعتقلت شابا عمره 20 عاما اشتبه في تخطيطه لهجوم من عشية عيد الميلاد في ميلبورن. وقال شرطة فيكتوريا في بيان إن عملية الشرطة مستمرة، لكن من غير المتوقع حدوث مزيد من الاعتقالات، ومن المنتظر أن يمثل الشاب أمام محكمة. وقالت الشرطة بأنه سيتم الادعاء بأن الرجل المعتقل شارك في الأعمال التحضيرية للتخطيط للعمل الإرهابي في ميلبورن عشية العام الجديد هذه السنة.
وأستراليا حليف قوي للولايات المتحدة، وأرسلت قوات إلى أفغانستان والعراق وهي في حالة تأخر قصوى منذ عام 2014 تحسبا الهجمات على يد متشددين محليين عائدين من القتال في صراعات بالشرق الأوسط أو أنصارهم. استقطب فندق إقامة في مدينة قرقرام شمال الهند الزبائن، ولكن من نوعية ليست معتادة على ارتياد الفنادق، فالمكان حفل بالذين يرغبون في تدليل كلابهم بطريقة مميزة جدا. ويوفر الفندق الذي افتتح قبل 3 أشهر مجموعة واسعة من الخدمات لزبائنه، بوجود صالون للحلاقة وصالون أو صالة تلفزيون وحمام سباحة ومقهى، وبالطبع الرعاية البيطرية، وذلك كله تحت سقف واحد. ويقول مالك الفندق إن توفير مرافق خدمات ترفيهية للحيوانات ليس ترفا بالضرورة أساسية لها. ويخطط صاحب الفندق لتوسيع أعماله، وذلك باستضافة المزيد من أنواع الحيوانات، حيث يجري العمل حاليا لتوفير بيئات مناسبة لأنواع عديدة منها. نهاية النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة.